ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه اول مره تشوفني واول مره تتابعني على اليوتيوب، ادخل دلوقتي على قناه كلام في الكوره واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه ان شاء الله. وتشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان في منها مرتبط بالحاجات اللي فاتت بالنسبه لكاس العالم للانديه وكده. ويلا بينا نخش في فيديو النهارده على طول عشان ما اطولش عليك. ربنا ربنا اسمه العدل. ربنا اسمه العدل. لأن اللي حصل في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي المصري والوداد المغربي، كان من المفترض إن البطولة من بعد ما بقى النهائي مباراة واحدة لازم يتلعب في أرض محايدة، طبعا بكل الطرق والوسائل. فوزي لقجع يعني ظبط الدنيا وخلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب عشان خاطر الوداد يبقى وسط جمهوره ويقدر ياخد البطولة ويشارك في كأس العالم للأندية. هل ده ملعب محايد؟ لا، ده في المغرب والوداد من المغرب. طيب، سعة الاستاد والجمهور اللي متقسم ما بين الفرقتين، جمهور النادي الأهلي ما كانش مكمل 15% من نسبة جمهور الوداد المغربي. هل ده برضو كده انت محايد في الجمهور حتى؟ يعني منصف النادي الاهلي او انصفته في انك اديت له جماهيره اللي كانت عايزه تروح المباراه؟ لا، انت خدت من جماهيره واديت التذاكر لجمهور الوداد. يعني لا انت محايد في الملعب ولا الدوله ولا جمهور، ولا كنت ولا كان عندك اي نوع من العداله تجاه النادي الاهلي. يشاء القدر وفوزي لقجع برضه يفضل يحارب لأن عشان المغرب تستضيف كأس العالم للأندية، وبالفعل بيتم اللي هو عايزه. الراجل ده تقيل جدا، تقيل جدا، وليه علاقات في الفيفا جامدة جدا. رئيس اتحاد الكرة المغربية لقجع ده يعني رئيس اتحاد كرة كما يجب أن يكون. يا ريت رئيس اتحاد الكرة عندنا يتعلم منه، اللي لا عارف يطلع الخطابات اللي اتبعتت، ولا عارف حتى يحاول انه يخلي ماتش النهائي على مباراتين، ماتش في المغرب ما دام هيتعمل في المغرب وماتش عودة في مصر، ولا عارف يقضي مصلحة. شوف الراجل ده، يعني كانت البطولة رايحة السعودية تقريبا، حولها للمغرب في أقل من 3 4 ساعات. يعني راجل واصل وراجل متمكن من نفسه وواثق من نفسه جدا جدا جدا. ويشاء القدر وتشاء الظروف إن البطولة تتلعب في المغرب، وطبقا للوائح والقوانين إن يعني البلد المستضيفة منها البطل، آخر نسخة بطل دوري أبطال أفريقيا، فكده يتخذ وصيف دوري أبطال أفريقيا. ومن الوصيف النادي الأهلي. تعالى بقى تعالى بقى أقول لك، تابع الفيديو ده للنهاية عشان كل جملة فيه مرتبطة بالجملة اللي بعدها، وكل ثانية فيه يعني مهمة زي الثانية اللي بعدها واللي قبلها، والفيديو كله مهم. يجي الأهلي يلعب أوكلاند سيتي في أول مباراة تمهيدية، ويكسب 3-0. يلعب بعد كده يخش على سياتل ساندرز الأمريكي، المباراة متعقربة جدا جدا، وسياتل ماسك الماتش الشوط الأولاني، ومحاولات وتهديدات، ويعني زي ما شفنا كلنا في الشوط الأولاني كان سياتل ماسك النادي الأهلي هجوم، كان هجوم شرس. هي فرقة فعلا، فرقة نظيفة وتقيلة ولها كل احترام وتقدير. كل الفرق المشاركة في كأس العالم
ما هي إلا فرق أبطال قارتها، أبطال قارتها. يعني مش فرق رايحة بالحب. والأهلي مش بقولك رايح بالحب، الأهلي ما استناش إنصاف ولا عدالة من بشر، العدالة جات له من رب البشر كله. والأهلي بطل قارته 10 مرات كرقم قياسي. مفيش حد في أفريقيا يا عم، هات لي حد في أفريقيا واخد دوري أبطال أفريقيا 10 مرات غير الأهلي. 7 مرات، 6 مرات، يعني مفيش إلا بالنص بس. يعني أنت كزمالك مثلا مفيش. يعني حتى مشاركة الأهلي كوصيف هو بطل، ويقدر يفوز على سياتل ساندرز الأمريكي ويخش على مباراة القرن في العالم. أنا مسميها كده شخصيا نادي القرن على العالم ونادي القرن الأفريقي. يعني هتبقى مباراة نادي القرن على مستوى العالم. زي ما قلت لك دلوقتي من ثانية، لما يكون نادي القرن العالمي ريال مدريد مع نادي القرن الافريقي النادي الاهلي المصري الكبير العملاق الافريقي بيلاعب العملاق الاوروبي. سمي انت المباراة من وجهة نظرك زي ما انت عايز تسميها، هتبقى ملحمة تاريخية. في نفس الوقت يعني، او في الوقت اللي قبل ما انا كسبت سياتل، حضرتك اتغلبت من الهلال السعودي على ارضك في وسط جمهورك. شوف دي تكملة العدالة السماوية، العدالة الربانية. تتغلب من الهلال بعد ما كان فاضل لك 3 دقايق والمباراة تنتهي وانت فايز 1-0، تتحسب عليك ضربة جزاء ويسجلها لاعب الهلال وتخش أشواط إضافية، يطرد من الهلال لعيب وتكملوا المباراة يا باشا. متكافئة بقى، 10 قدام 10، 9 قدام 9، زي ما تلعبوها. المهم مطرود من هنا واحد ومطرود من هنا واحد، وتكمل المباراة على خير وتروحوا لضربات الجزاء. الهلال يكسبك 5-3 في ملعب، في بلد، وسط جمهور. قول لي ايه شعورك بعد ما انت حاربت، مش حاربت، انت حاربت ايه بعد ما كل البني ادمين وكل الاتحادات وكل الليلة والزيطة والزنبليطة ساعدتك علشان تاخد افريقيا اللي انت اتظلمته قدام الترجي؟ طب ما كان استناك لما الترجي كان وصل معاك نهائي وكان قضلك المصلحة دي اهو، كان منها فيها. لكن ليه لما جت قدام الاهلي قال يساعدك؟ ليه؟ ما علينا، قصص ملناش فيها. المهم انت اتغلبت وخلاص، ما بقاش في حاجة اسمها مركز العب على خامس وسادس، ما بقاش في المباراة دي. هي المباريات النهائي الاول والتاني والمركز التالت والرابع. يعني كاس العالم بقى خلاص ما بقاش فيه مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، اتلغى. يعني انت بح اركب كل 2 لاعيبة كده يركبوا توك توك ويروحوا بيتهم بقى. اللهم لك الحمد على نعمة الأهل، اللهم لك الحمد على نعمة الأهل. كل الدنيا بتحترمه، كل الدنيا بتحترم الأهل.
الصحف الأوروبية بعد ما النادي الأهلي فاز طلعت تتكلم وقالت مواجهة مرتقبة في كأس العالم للأندية بين كبير أفريقيا وكبير أوروبا النادي الأهلي المصري. نحن نعرفه جيدا، نادي يعني متعود إن هو يطلع على منصات التتويج دايما. يعني ربنا يرزقنا بمنافسين زي المنافسين اللي احنا قابلناهم. ربنا يرزقنا بمنافسين في الدوري المصري زي المنافسين اللي احنا قابلناهم في كأس العالم ده. مدرب ساتر ساندرز طلع بقى بعد الماتش وقال لك لا 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 لا، ده انا كنت ماسك الشوط الاولاني ونزلت الشوط التاني مش شايف، وفي واحد عنده اسمه سيد عبد الحفيظ عمل لي مساح وانا ما كنتش شايف قدامي، والحراس ما كانش شايفه قدامه واللاعيبه ما كانش شايفه قدامها، ومجدي قفشه شاط الكرة بالحظ وخبطت في رجل اللاعب وغارت اتجاهها. لا، الراجل طلع بكل احترام. نحن نكن كل احتراما للنادي الأهلي المصري. هو فريق كبير متعود على الانتصارات، متعود على المشاركة في كأس العالم للأندية. شرف لي أن أهزم من النادي الأهلي كبير أفريقيا. شفت الفكر؟ شفت اختلاف التفكير؟ شفت اختلاف الظهور والحديث والكلام؟ يا رب ارزقنا بسياتل واوكلاند سيتي في الدوري المصري المعتوه ده يا رب. وبكده تكون نهاية فيديو النهاردة، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.